السلام عليكم. طيب، اللي احنا عايزينه ان احنا نعدي على الاوبجكت بتاعنا ونروح شايلين منه العنصر اللي احنا عايزين نمسحه، او بمعنى اصح ان احنا ما نحطوش معانا اصلا. ده اللي هنتكلم عليه، بس خلونا نعالج شويه مشاكل بسيطه عندنا. لو عملنا هنا ريلود هتلاقوا ان الاليمنت ده ما خدش الاي دي اللي احنا عايزينه، فاحنا عايزين نعالج المشكله دي. لما يحصل هنا ريندر هروح هنا اقول له، هنا بدل ما تكون الاي دي 2 بالشكل ده، لا، انا ممكن اروح اجيب عدد الاليمنتس اللي هي البوستز في الصفحه. يعني اقول له هنا الاي دي هيبقى document دوت query selector all، هات لي كل الحاجات البوست دي دوت لينس. لو رحنا هنا شفنا الاي دي console دوت log، هتلاقي ان هو واحد، لان دي هنا اللينس بتاعها واحد. خلونا نتاكد منها. انا عندي هنا بوست وعندي هنا بوست وبوست. طيب ليه مديني واحد؟ دوكيومنت دوت كويري، لان ده اتعمل بعدين، لان ده اتعمل بعد ما الحسبه دي اتعملت، فدي حاجه مهمه جدا. عامه ممكن ان احنا علشان نكون منطقيين ونمشي بشكل كويس نشيل ده خالص. مش عايز ان انا لما ادخل الاقي حاجه، وهنبدا فيها من الصفر. الاي دي صفر، او الاي دي علشان اول واحد ياخده يكون واحد، ونبدا ان احنا نزود من بعديه. ولما هنا نعمل ريلود نجيب الاليمنتس، هروح مزوده. لما نعمل ريندر على الاليمنتس اللي كانت اصلا معانا هروح مزوده. بس قبل ما ازوده ده زي ما بحط له الكلاس نيم، وزي ما فوق رحت حطيته هنا بالشكل ده، حطيت له الاي دي هحطه كمان هنا. فهاجي هنا هقول له الاي دي، هقول له هنا بوست اي دي، هو هيكون الاي دي ممكن نبعته على طول لان هو هيكون موجود في الاوبجكت. فهقول له هنا هقول له هنا بوست دوت اي دي، ونسلمه هنا في الفانكشن بتاعتنا. ريلود، نتاكد ان الاي دي اتحط فيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هو كده محطوط غلط، بس خلونا ان احنا بس الاول اشرح الفكره وارجع نشوف ازاي نحلها. اللي احنا عملناه بكل بساطه ان احنا رحنا استلمنا هنا الاي دي بتاعنا اللي هو البوست 1 2 3 4، وحطيناه زي ما كنا حاطينه فوق لما كنا بنضيف اليمنت جديد بنحط له اي دي. حطيناه كمان لما جبنا البوست القديمه، البوست القديمه جبنا منها الاي دي وحطيناها عندنا. طيب ليه هنا بيبدا من 2؟ لما بعمل هنا ريلود ليه بيبدا من 2؟ لان بكل بساطه انا بستخدم الاي دي القديم. يعني ممكن الاي دي ده يكون 3، فاهمين قصدي؟ يعني انا مسحت اليمنت وهو كان رقم 3 او كان رقم 500، فراح جاب لي 500 وحطها. فمش الصح ان انا اجيب له اي دي قديم، انا ممكن احط له اي دي جديد، ده هيبقى احسن بالنسبه لي. لو حطيت له الاي دي بالشكل ده، هتلاقوا ان هو حط له واحد كده مظبوط، راح حسبها من فوق ما جابهاش من القديم. فاللي انا بس هعمله اخر حاجه ان انا هقول له هنا بوست بلس واحد بلس الاي دي. فهو هنا قال لي ان بوست واحد. نروح نضيف بوست تاني 2 2 2 2 حفظ، هيقول لي بوست 2. لو عملت هنا ريلود هتلاقوا ان هو المره دي جايب هو ما حفظليش التاني 2 2 حفظ. في اي مشاكل بتحصل هنا ضاف واحد بس، دي مشكله تانية بتحصل. واضح ان احنا دخلنا في مشاكل كتير. لو رحت هنا عملت ريلود ورحت عملت ريلود تاني، كده جاب لي بوست رقم 2. عملت ريلود تاني هو محتفظ برقم 2. ايه اللي بيحصل ببساطه؟ لان برضو دي مشكله من المشاكل اللي بتواجهنا. انا رايح معاكم لابعد حد لحد ما نعمل الابلكيشن ماسك نفسه. البوست ليست دي فاضيه. لما انت بتروح هنا تعمل ريلود، في عندي 2 اهو، عندي 2 2 2 2 2 حفظ، 3 3 3 3 حفظ، وهنا هحط له رابط الصوره، اي رابط حفظ. هنا هو جايب لي 2 بس. ليه؟ لان القديم ده ما اتحسبش معاهم، القديم ده ما كانش معاهم، هو حط لك الجداد اللي انت حطيتهم. عملنا هنا ريلود جاب لك اللي انت حطيتهم. يعني بمعنى اصح ان انا لما بفتح الشاشه دلوقتي عملت واحد 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 وحطيته، هو ده اللي هيتم اعتماده في الجلسه اللي جايه. ليه؟ لان هنا البوست ليست لما انت دخلت فاضيه، ولما راح هو حط الاليمنت اللي هو جابه بس.
راح حطه هو بس في اللوكال ستورج. دي حلها ايه؟ ان احنا هنا البوستز ليست لما نحمل الكلام ده هنا نروح حاطينه تاني، لما نحمله في الصفحه نروح حاطينه تاني فيه. لو دوست هنا حفظ عملت ريلود هتلاقي ان كل البيانات القديمه راحت، جاب لي الجلسه الاخيره. برضو الكلام ده انا عالجه ازاي؟ هاجي هنا في البوستز ليست، اول مش هخليه فاضي، اول ما اعمل لود للبوستز احطها في الاوبجكت اقول له يلا خد لي الاولد بوستز دي بالشكل ده. كده احنا حلينا المشكله. علشان الفكره تكون واضحه، لما انا هنا بعمل ريلود الاولد بوستس دي بتكون فاضيه، بتكون اللي هي البوستس ليست بتكون فاضيه. فانت لما بتضيف واحد بيروح واخد الواحد ده البوست اليمنتس فاضيه، البوست ليست فاضيه، بيحطه فيها ويسجله هو في الستورج ليست، فبيضيع اللي قبليه. فانا هنا كل مره علشان اضمن ان اموري ماشيه كويس بحط اللي قبليه اصلا، اروح جايب الحاجات اللي اتضافت قبليه واحطها. فاجي هنا لو حطيت 2 2 2 2 حفظ عملنا ريلود هتلاقيها موجود بالشكل ده. 3 3 3 3 حفظ موجوده بالشكل ده. كده احنا امورنا ماشيه بشكل كويس، شبه ان احنا خلصنا. بس باقي فكره ان احنا لما نمسح هو احنا هنا شلنا فكره المسح، لما نمسح بالشكل ده نعمل ريلود نلاقيه اختفى عن وشنا، وده اللي هنعمله في الفيديو الجاي ان شاء الله.